السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من آخر مرة سجلت معاكم فيها. النهاردة احنا جايين نعمل بقى شاورما فراخ من بواقي حاجات في التلاجة، برضو بتعملي بيها الشاورما. عملناها بالعيش السوري اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات. حتى لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان انا بعمل العيش قصاد الشاورما الناحية التانية. هي عبارة عن نص فرخة عندي كانت مسلوقة، فأنا طبعا عايزة أعيد تدويرها لأن محدش عايز ياكلها. بس هي والله العظيم كانت حلوة جدا. بس بقى الولاد بقى بيحبوا الحاجات اللي هي السريعة والسهلة وكده. جبت حوالي بصلة متوسطة أو اتنين، قطعتهم جوليان خفيف خالص، وقطعت معاهم فلفل أخضر حوالي 3 فلفلات كبار، وبحطهم مع حوالي معلقتين زيت بس على النار. بنزل عليهم بقى بملح وفلفل وبهارات شاورما، وبنزل ببابريكا، بس البابريكا نزلت بيها في الاخر كنت ناسياها يعني. بدبل بقى الخضار. طبعا مش بحط البانيه بقى ينزل الاول، لو هو بانيه ني انا بحط البانيه الاول لانه بقى لسه مش مستوي وكده، فبسويه بنزل ميته وبعد كده بنزل عليه بالخضار. المره دي انا عكست لان اصلا الصدور عندي مستويه مش نيه، هتشوفوها دلوقتي. بنزل بقى بالتوابل كده لحد ما يدبل الخضار معايا، وبعد كده هنا الصدور اهي انا خلياها ومقطعاها. وبنزل بيها على الخضار بقى، وبتاخد بقى تسوية معاه كده لحد ما تدبل معاه. بتدي بقى معلقة البابريكا دي بس لتعزيز اللون مش اكتر. بس هي حلوة وريحتها حلوة برضو في الاكل اللي في الوصفة بتاعتنا. بالشكل ده كده بنقلبها بقى مع بعضها، بنهدي النار عليها علشان إيه تدبل في بعضها، يعني كأنها كلها استوت في بعض. والله كانت لذيذة جدا وتحفة بالعيش، هو العيش قدامها وهو بيتصور. هنا بقى بعد ما دبلت خالص ودخلت في بعضها بقى بالشكل ده كده، بنعمل بقى اللي بناخدها بقى معانا، بنعمل جنبها بطاطس صوابع طبعا، كاتشب بقى وكده. وبنعمل سندوتشات بتبقى حلوة بقى، بتنفع في غدا في عشاء. والله السندوتشات كانت تحفة وطعمها حلو قوي. العيش بقى اللي احنا كنا عاملينه مع بعض هو اللي هو السوري ده، يمكن هو اصلا اللي شجعني ان انا اعمل الاكله دي، واحيي منها حاجات ما كانتش هتتاكل اصلا. بالشكل ده كده بنجيب بقى حاول في الفراخ مع اللي هي شاورمة الفراخ بتاعتنا. بنحط كمية مناسبة على طرف العيش كده، بنحط معاها بطاطس صوابع او حسب ما الولاد بيحب. في بقى كاتشب، في مايونيز كده، بس طبعا يعني حسب الرغبة، يعني الحاجات دي بتبقاش محببة لناس كتير برضه. بالشكل ده كده وبنقفل عليها الكاتشب بقى والصوصات والحاجات دي حسب الرغبة، بس احنا بنقفلها وهي كده من غير حاجة. طلعت معانا كمية حلوة قوي، قضتنا للغدا وفاض منها كمان. وبعد كده بقى بناخدها على الطاسة، طبعا لازم تتحمر. بنحمرها بقى في الطاسة كده بحوالي معلقة زيت، حاجة خفيفة خالص، تاخد بس لون كده وقرمشة بسيطة. تبقى لذيذة وسهلة وطعمة جدا جدا، مفيش أسهل من كده. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم وسهلة وخفيفة عليكم. ودي وصفة كده سهلة وما فيهاش أي افتكاسة يعني، وإن شاء الله تجربوها تعجبكم حلوة أوي. من أي حاجة في التلاجة مش عايزة تتاكل ممكن تعملي منها وصفة جديدة كأنك لسه جايباها وعاملاها. ما هو احنا طبعا مش هنرمي الفراخ وكل حاجة دلوقتي بقت غالية. ويا رب تكون وصفاتي بتعجبكم إن شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. يا ريت اللي بيتفرج عليا ويعجبه حاجة من اللي أنا بعملها يشترك ويحط لي لايك. ربنا يحفظ كل واحد يا رب ويوسع علينا جميعا بإذن الله. وفك كرب كل مكروب يا رب، وفك كرب اخواتنا في فلسطين يا رب، ويشيل حملهم ويفك كربهم، اللهم امين يا رب العالمين. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا، والفيديو بتاعنا النهاردة سهل وسريع ومخدش معانا اي حاجة. من حاجة بسيطة في البيت عملنا وجبة حلوة قوي وسهلة وسريعة، ولو اشتريناها من بره هتكلفنا كتير. يا رب تكون ان شاء الله اللي وصل لحد هنا يكون عجب واستفاد مني بحاجة. واللي حابب يعلق على اي حاجة يقول لي في الكومنتات وانا هرد عليه.
واللي حابب يقولي على اي حاجة جديدة او اي حاجة ناقصة، انا برضو تحت امركم. ان شاء الله وصفاتي تعجبكم، واشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة.